رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا، صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. السلام عليكم. هذه مرحلة من مرحلات العمرة، وهذا جبل الرحمة ومنطقة عرفات الذي يتم فيها الحج، وهي ركن من أركان الحج الذي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: من لم يدرك عرفة لا حج له. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما قال أصحابه لم يدرك الحج، أستغفر الله، الحديث يقول الحج عرفة، النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، وهذه هي عرفة. سبحان الله. هنا يتم الحج، وركن من ركن الحج وهو وقوف عرفة، وأنتم تعلمون بهذا الشيء. ما شاء الله. هذا فيديو إن شاء الله يكون يعم الناس اللي يجي لعرفة ما راه ما يبتدعش، ما يدير والو، يجي يدعي الله تعالى في هذا جبل الرحمة وصاي ما يبتدعش، ما يدي حجرة، ما يدي شوكة، ما يدي حشيشة، ما يدي منا، ما يعلق حية في عرفة، ما والو، يدعي الله تعالى فقط. أي إن شاء الله عمرة مقبولة إن شاء الله. هذه هي نهاية العمرة إن شاء الله، ونتمنى إن شاء الله تكون عمرة مقبولة إن شاء الله. وراح ندير لكم فيديو توضيحي لجميع شعائر وركن العمرة، ندير لكم في فيديو واحد آخر إن شاء الله. وسامحونا ولا عسى الله غلطنا معكم في كاش حاجة. وراني ندعي كاع جميع المسلمين وندعي الجزائر تاعنا إن شاء الله تكون بإذن الله محفوظة من كل شر. واللهم احفظ وطننا واحفظ جيشنا واحفظ أمننا، اللهم يا رب العالمين. اللهم اجعل هذاك البلد آمن، الجزائر إن شاء الله وبلاد المسلمين، اجعل بلدنا آمنا إن شاء الله، ويكون إن شاء الله هو القوي إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم خوتنا، كي راكم؟ لاباس بخير الحمد لله. الآن نحن متواجدين على المسجد، أول مسجد بني في الإسلام هو مسجد قباء، أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اللي بناه النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد قباء. ونصلي في ركعتين وتعينا قال لجميع المسلمين، جميع المسلمين، جميع المسلمين. ربي يحفظكم وشكرا كزيارة، نقول لكم إن شاء الله خير. السلام عليكم. رانا جينا جبل الرومات، هذا يسمى جبل الرومات لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد كان داير 50 من الرومات هنا، و40 من وين كملوا المعركة. هذا الرومات حسبوا ظنوا أنهم تغلبوا على كملت المعركة وانتهت، وتغلبوا على الكفار، فنزلوا منهم 40 وبقوا منهم 10 في الجبل. ولهذا تم ضرب المشركين للمسلمين، وخسر المسلمون هنا في هذا، وخسر المسلمون في هذه المعركة، ومات فيها 70 شهيد. سبحان الله. خالفوا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذو 40 اللي خالفوا هو يدوا الغنيمة، وهذه الغنيمة كانوا هما حسبوا أن الحرب انتهت والحرب خدعة، فالكفار عليهم فنزلوا عليهم الكفار واغتنموا الفرصة وقتلوا 70 من المسلمين وجعلوا شهداء. هذه هي ولو الناس تطلع عليه الفوق وتبرك وقع الله يهديهم. هذه هي. في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحوض ري، أنت هاد وصفي، يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام.
يضمني وهو غطائي حول الرمال تلفني بل من ورائي واللحد يحكي ظلمة فيها ابتلائي والنور خط كتابه أنسي لقائي أنسي لقائي فرشدت أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد في سكون الليل أدعو في سجودي والدجى حولي سواد في